السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض كفر الووتر بروف. بس قبل اي حاجة هفهمكم حاجة مهمة. القماشة اللي معايا دي هنعمل بيها نفس اللون بتاع الكفر. دي قماشة مصرية نفس اللون. دي اول حاجة. انا بقى في الفيديو هعمل بالقماشة اللي انتوا شايفينها دي علشان التوضيح مش اكتر. تمام. دي هنوضح بيها. انما دي هي الاساس اللي احنا هنشتغل بيه. طبعا انا في اخر الفيديو هحط لكم كل المقاسات وهنحتاج قد ايه. نبدأ مع بعض. دي قماشة ووتر بروف. بصوا ده مشمع وده عامل زي قماشة الفوط. تمام زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ مع بعض ان شاء الله. ناخد المقاس. انا في اخر الفيديو حاطه لكم قايمة بكل المقاسات. هناخد قد ايه من الووتر بروف وقد ايه من قماش المصرية. تمام. هبدأ أنا الكفر اللي معايا ده متر وستين سنتي. تمام. أنا هاخده متر 65. تمام. وهاخد معاه متر وربع من المصرية. بصوا يا جماعة، كل ما يكون عدد الكفرات اللي معانا أكتر، عدد القماش المصرية بيقل. تمام. يعني أنا لو عملت كمية كبيرة، عدد القماش اللي احنا هنحطه داير ما يدور في الووتر بروف بيكون اقل. تمام. قصينا الووتر بروف كده. تمام. فاضل بقى الشريط اللي داير ما يدور. تمام. انا هاخد متر وربع للكفر متر وستين. انا هعمل بالقماشة دي عشان اللون مختلف. تمام. عشان بس يبقى واضح من اللون انا هشتغل ازاي. انما احنا طبعا هناخد المصرية. تمام. دي قماشة كانت عندي اللي هي بتاعة الكفرات. الطول ده هيبقى 35 او 40. تمام. زي ما انت عايزاه اكبر. تمام. عايزاه اقل. تمام. انا هاخد متر وربع للكفر. هنقسمهم 4. تمام. ممكن يدينا 35 اكتر زي ما يجي. تمام. انا كده هشتغل على المكنة على طول ان شاء الله. طبعا انا دول معايا شريطين. تمام. في المصرية بيبقوا 4 شرايط. انا بشتغل لكم على القماشة دي للتوضيح مش اكتر. بالنسبة للمصرية بنقص المتر وربع 4 شرايح. والشرايح هنوصلها مع بعض زي ما انا بوصل الشريحتين دول مع بعض. تمام. وهناخد ال4 شرايح داير ما يدور على الووتر بروف. نخلي بالنا يا جماعة، احنا دلوقتي هنوصل. انا بوصل هنا شريحتين، انما انتي في المصرية هتوصلي 4 شرايح. تمام. نخلي بالنا واحنا شغالين، انتي بتشتغلي على الوش ولا الظهر. خلاص انا كده وصلت الشريحتين ببعض. هبتدي بقى اخد الووتر بروف واوصل عليه. هقولها لكم تاني. نخلي بالنا انتي شغالة وش ولا ظهر. لازم يكون الشريحة اللي في ايديا دي الوش على الوش، يعني وش الووتر بروف على وش الشريحة اللي معايا. تمام. حاجة كمان، ما نبدأش بقى من أول الووتر بروف. بنسيب حتة صغيرة
يعني ما ابدأش من اول هنا، لا، هبدأ من هنا علشان لما نلف داير ما يدور هيوصل لهنا، ويبقى فيه براح ان انتي تعرفي توصلي الوصلة تبقى مرتاحة معاكي. نيجي بقى للمرحلة المهمة اللي هي الاستك. تمام، احنا عندنا الاستك يعني انواع كتير، في اللي هو العريض ده، وفي اللي ارفع منه ده. تمام، وفي بيبقى ارفع منه كمان. بيبقى يعني انا هحاول اوضحها لكم في اللي معايا، بيبقى نص ده كده. يعني بصوا بيبقى الرفع ده. تمام، الرفيع ده واللي انا ماسكاه بيتقفل ازاي؟ بنحط التانية زي ما احنا شايفين كده، بنحط التانية ونتني كده حتة صغيرة، ماشي، وما بنجيش على الاستك. بصوا الاستك بيبقى كده، وبنبتدي نشد نقفل داير ما يدور. تمام، انا طبعا ما عنديش يعني الرفيعين دول، انا عندي العريض ده. فانا هقفله ازاي؟ هجيب بالاوفر واقفله كده. تمام، اوفر داير ما يدور بتقفيل استك، انا قلتها لكم قبل كده. وبروح تانية واجيب الخط التاني كده. خلاص كده انا قفلته. تمام، في الطريقة التانية بنجيب برضو بالاوفر، نقفل بالاوفر عادي، ونجيب الناحية التانية على السنجر، وخلاص كده. تمام. تمام، هنزل لكم قايمة دلوقتي فيها لو انا ووتر بروف هيكون قد ايه، ولو قماش هيكون قد ايه. تمام.
وما تنسونيش دايما في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.